السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم بفيديو جديد ويوم جديد. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام وندخل على الفيديو. فضلا منكم وليس امرا، لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشجعيني كده بلايك حلو منك. يلا اشتركي في قناتي وانتي مش هتندمي. زي ما انتوا شايفين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عمر الفراخ النهاردة 25 يوم. زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله، فراخنا يومها بيومين. طبعا اهم حاجة الخلطات، الاعشاب على المية، كل ده بيرفع الوزن معانا. واهم حاجة ما نهملش في الفرخة وهي كتكوت. اهملتي في الفرخة وهي كتكوت اعرفي ان الدورة هتكون فاشلة معاكي. لكن ظبطتي الحرارة، ظبطتي التهوية كويس، ظبطتيهم في ايام التحضير اللي هي اول اسبوع، اعرفي انك هتاخدي فراخ بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين اهو. اهم حاجة اوعي اول ايام التحضير انك تهملي في الفراخ البيض. لو اهملتي يبقى خلاص كده الدورة باظت منك. اهم حاجة الحرارة والرطوبة، وده بيعتمد على نجاح الدورة ويعتمد على فشل الدورة. تمام. واهم حاجة حبايبي طبعا ان الفراخ وهي صغيرة ما تتكومش على بعضها. الفراخ لو اتكومت وعرقت اعرفي ان الفراخ دي هتبهدلك طول الدورة. لكن الفراخ كده منعكشة تمام، وتلاقي كل فرخة كده بتاكل وبتجري والفراخ مش لازقة ببعضها ومتكومة على بعض، اعرفي ان دورة الفراخ هتبقى ما شاء الله عليها. تمام. اهم حاجة نظبط الحرارة، نظبط التهوية. مش نقول بقى ان احنا ندفي الايام دي ان احنا نكتم المكان، لا، نهوي المكان من هنا من فوق، نهوي من فوق كده ومن تحت نقفل زي ما كنت كده بوريكم ايام التحضير. تمام. اهم حاجة اول 10 ايام واول اسبوع ده الفراخ ما شاء الله بتكبر معاكي، اعرفي ان دورة الفراخ دي ناجحة معاكي. لكن الفراخ اتكومت على بعضها، الحرارة مش مظبوطة، اعرفي ان دورة الفراخ دي هتبقى فاشلة معاكي. الايام اللي جاية طبعا احنا خلاص كلها شهر وهنجيب دورة رمضان. فانتي لو عايزة تجيبي رمضان هاتي، ما تخافيش. تربية الشتاء حلوة، تربية الصيف حلوة، مفيش برد والمناعة بتاعت الفرخ بتكون كويسة. لكن في الشتاء بندفي الفرخ كويس وبننزل بالاعشاب بتاعتنا والخلطات، بيبقى الفرخ ما شاء الله بيزيد بسرعة عن الصيف. فراخ الصيف مش بتزيد بسرعة لان الفرخ في الصيف مش بياكل كتير، لكن في الشتاء الفرخ ما شاء الله بيزيد بسرعة لان طبعا الفراخ ما شاء الله بتسحب علف في الشتاء. فهاتي لشهر رمضان، هاتي وامشي معانا كده على الخطوات اللي احنا بنعملها، وهتاخدي اعلى وزن واحلى طعم فرخة. يعني طعم الفراخ دي هتقولي انا الفراخ دي ما اكلتهاش في حياتي. الفراخ التربية البيت يا حبايبي غير اللي احنا بنشتريها من بره. تمام. هتجيبي الفرخة اللي احنا بنعمل لها الكركديه واليانسون والليمون على العسل، كل الحاجات دي طبعا بتخلي طعم الفرخة زي السكر. تمام. غير بقى البهارات اللي احنا بنحطها على العلف، دي بترفع الوزن، بترفع المناعة، بتخلي طعم لحم الفراخ كده طعمه مسكر. يعني كل الحاجات دي طبيعية من غير أدوية. تمام. من غير تعب، من غير انك تذبحي فرخة تعبانة او طعمها ما يكونش حلو. تربية البيت يا حبايبي غير اللي انت بتشتريها من بره. دي طعم ودي طعم، دي طعمها غير اللي انت بتشتريها من بره. تمام. فهاتي 7 هاتي 10 لرمضان وربي واملي بيتك بالخير. تربية البيت حلوة، امشي معانا بس على الخطوات اللي احنا بنعملها. طيب انا الصبح عملت للفراخ دي ايه؟ زي ما انتوا شايفين اهوت لسه قدامهم. يعني انا حاطه لهم الاكل ليهم 5 ساعات اهو. أهي. تمام. بحط لهم العلف يقعد قدامهم بس مش اكتر، العلف بالخلطه يقعد قدامهم مش اكتر من 5 ساعات. تمام. 5 او 6، يعني 5 ساعات او 6 ساعات بالكتير. تمام. لو 7 ساعات مفيش اي مشكلة. اهم حاجة نجوع الفراخ الصبح.
جوعي الفراخ الصبح ساعتين وبالليل جوعيهم ساعتين. فترة التجويع دي يا حبايبي فترة مهمة جدا جدا. الفرخ بيكون جعان وبيكون مريح في نفس الوقت. اول ما بتحطي العلف وعليه الخلطة بيستفاد من كل حاجة في الخلطة. العلف كمان اهم حاجة يكون علف طازة، ما يكونش مركون عند العلاف. تمام، هاتي كده علف يعني ما يكونش عنده اكتر من 6 ايام او اسبوع. تمام، اقري كده الصلاحية على الشكارة. طيب انت بتأكلي علف ايه؟ بأكل علف الايمان سوبر. في انواع كتيرة حلوة طبعا، بس انا عودت خلاص نفسي من ساعة ما ربيت وانا بجيب الايمان سوبر. تمام، فانت عندك اي علف تاني متوفر السلام. الفجر، في انواع طبعا كتير انا ما جربتهاش، بس لو انت مجربة والفرخ بيجي على العلف هاتي العلف اللي فرخك بيجي عليه. تمام، اللي الفراخ كده بتلاقي وزنها ما شاء الله. واهم حاجة بقى السر اللي بيخلي الفراخ، عايزة اقول لكم يعني تقولي كده دي كرومي مش فرخة. هو ايه السر ده؟ هو مكون بسيط جدا، الفول على العلف. طيب بحط قد ايه على الشكارة؟ ال50 كيلو بنزل ب2 كيلو ونص من العلف على الفول. تمام، تعالوا اوريكم. هو ده العلف على الفول. شو انا بحط على الشكارة اهوت الفول اهو، الفول اللي هو الحت ده من غير قشرة. بصوا باين اهو، بحط 2 كيلو ونص اهو حت الفول اهو. عايزة اقول لكم بقى ده بيرفع الوزن مع الفراخ البيضة، بيخلي وزنها ما شاء الله. بس اهم حاجة ما تكتريش فول اكتر من 2 كيلو ونص على ال50 كيلو عشان خاطر ما يعملش اسهال معاكي عند الفراخ ويبهدلك الدنيا. هاتي 2 كيلو ونص علف على الشكارة ال50 كيلو. طيب انا بجيب 25، هاتي كيلو وربع علف. الفول ده عايزة اقول لكم ما شاء الله، ده طبعا انا قلت لكم عليه بعد تجربة دورة واتنين وتلاتة. تمام، طيب انا هزود فول عن كده. لو زودت فول هيعمل اسهال للفراخ، هيعمل اسهال وهيبوظ لك الدنيا. تمام، فطبعا انا كميه زي دي زي ما انتم شايفين انا منزله هنا علفتين. طيب انت حاطه علفتين ليه؟ ممكن تحطي واحده. لا، انا مش عايزه عندي يكون في تفاوت في الاوزان. لو عندك كميه يعني مثلا 25 او 20، حطي كده علفتين في المكان، في كل جنب حطي علفه زي ما انتم شايفين اهو. تمام، عشان ما يكونش عندنا في تفاوت في الاوزان. في فرخه بتروح على الاكل تاكل، وفي فرخه بتقف لحد الفرخه ما تاكل وتبعد عن الاكل. تمام، لكن لو حطيتي علفتين هتلاقي كده الفراخ شويه ياكلوا من العلفه دي وشويه ياكلوا من العلفه دي. تمام، لكن لو 7 أو 10 انزلي بعلفه واحده وسقايه واحده. انا هنا حاطه سقايه واحده. طبعا يا حبايبي انا بحط ميه كل 4 ساعات. بسم الله ما شاء الله، الفراخ بتشرب كميه ميه كبيره. اهم حاجه كل 4 ساعات نزلي مشروب مختلف. اهم حاجه المشروبات على الميه اهم حاجه. عايزه اقول لكم الكركديه ده سحر سحر. يعني الصبح ده اول ما صحيت من النوم جبت 3 معالق كبار من الكركديه، حطيتهم في كوبايه كبيره وغليت الميه ونزلت كده بكوبايه ميه كبيره مغليه. واهم حاجه تغطي الكوبايه اللي فيها اي اعشاب انتي بتعمليها للفراخ. غطي الكوبايه وخلي العرق اللي بيجي على الغطا بعد خلاص المشروب ما يبرد معاكي تماما، خدي كده العرق انزلي بيه على المشروب، لان العرق ده كله يا بنات بيكون زيوت. تمام، وزيوت طبعا طبيعية. انا الصبح حطيت لهم كركديه اول 4 ساعات، حطيت كركديه تمام مع خلطة البصل والثوم والليمون والبنجر. تمام، اعملي يوم كركديه يوم بنجر الصبح، وغيري بقى في المشروب عندك. يعني عاملين كذا حاجة كذا وصفة كده على القناة مع الفراخ. كل المشروبات دي عايزة اقول لكم سحر سحر في زيادة الوزن. اقل حاجة تعمليها لو انت ما عندكيش كركديه ما عندكيش بنجر، ليمونية كده كبيرة اعصريها. الليمون الايام دي رخيص مش غالي. هاتي ليمونية كبيرة اعصريها وانزلي عليها بمعلقة من العسل الاسود. العسل الاسود ده عايزة اقول لكم سحر.
وفي طبعا وصفات هنعملها معاكم لرفع الوزن. ده لو الوزن عندك طبعا ضايع هنعمل خلطات لرفع الوزن، وخلطات كلها طبيعية وموجودة في كل بيت. تمام. وزي ما انتوا عارفين يعني انا بقولك على ابسط حاجة، العسل الاسود والليمون. العسل الاسود ده ليه فوايد للفراخ البيضة، مفيدة جدا لأي فرخة حبايبي كمان غير الأبيض. تمام. بيدي للفراخ كده طاقة وبيديها نشاط وحيوية. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان العسل يعني ما شاء الله مفيد جدا جدا، بيقوي العظم، وما شاء الله يعني حلو جدا في زيادة الوزن. تمام. وفاتح شهية وبينشط الكبد، يعني ليه فوائد كتيرة جدا جدا. بس ما تحطيش كتير من العسل الاسود عشان خاطر ما يعملش معاكي اسهال. يعني السقاية الاتنين رتل حط عليها معلقة من العسل الاسود وعليها ليمونية. ازيد بقى لو 5 لتر 6، طبعا على حسب الكمية اللي عندك. العسل الاسود حلو جدا ومفيد، يعني ما تستغنيش عنه طول فترة الفراخ البيضة ما هي عندك. طبعا احنا بننزله من اليوم السابع، وده اهم يوم اللي هو اليوم السابع. بننزل معلقة صغيرة من العسل الاسود وعليها ليمونية. تمام. بعد كده بقى بنبدأ من اليوم الثامن بنبدأ في الأعشاب. يعني انا قلت لكم كده النهارده شوية حاجات كده مفيدة جدا. طيب انا دلوقتي هنزل لهم ايه؟ هنزل لهم فيتامين. تمام. هنزل لهم فيتامين على المية زي ما قلت لكم، كل 4 ساعات بنزل لهم بمشروب مختلف. ما تقطعيش من عندك الفيتامينات. تمام. ما تقطعيش الاملاح المعدنية، اهم حاجة. ومضاد السموم، مضاد السموم زي ما احنا متفقين مع بعض في كل فيديو هقول لكم ان مضاد السموم ده لازم كل يوم تنزلي 8 ساعات. حطيتي مضاد سموم وحطيتي فيتامينات، اعرفي ان الفراخ دي ما شاء الله. طبعا لو الكتكوت كويس اعرفي ان الفراخ دي ما شاء الله هتجيب معاكي اعلى وزن. والنهاردة هنوزن مع بعض ونشوف على عمر 25 يوم الوزن عامل معانا ايه. تعالوا كده، انا دلوقتي هحط لهم فيتامين على المية ونحط لهم المية، وبعد كده ناخد كده فرخة واتنين ونوزن ونشوف الوزن وصل معانا لايه. نقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. كيلو 770 جرام، يعني نقول 2 كيلو الا ربع. تعالوا نجيب فرخة تانية كده ونشوف الوزن عامل ايه معانا. زي ما انتوا شايفين اهوت. بسم الله ما شاء الله. تعالوا نجيب فرخة تانية. بسم الله بسم الله. كيلو و800 جرام، كيلو و800 جرام ما شاء الله. كده الوزن كويس جدا. ده عمر 25 يوم ان شاء الله. باذن الرحمن هنوصل الفراخ دي مع بعض ل5 كيلو باذن الله. كيلو 800 جرام عمر 25 يوم. وزدنا مع بعض وشفنا الوزن معانا عامل ايه. ما شاء الله الوزن كويس جدا. هي الاوزان كلها 2 كيلو الا ربع، او في يعني اللي هو البربارة الضعيفة جدا كيلو ونص. يعني ما شاء الله حلو جدا جدا. طبعا الفراخ دي لسه هتقعد معانا ال40 يوم، فهتوصل معانا باذن الرحمن لاعلى وزن. اهم حاجة عندك فراخ بيضة يعني لازم كل يوم تقعدي جنبها مش اقل من ربع ساعة. شوفي كده الفرخة اللي بتاكل والفرخة اللي كده قاعدة على جنب كشة في اسهال، عالجي الاسهال. تمام. في حمام في دم مدمم تقدري انك تعالجي. وهنا الفرشة زي ما انتوا شايفين هي حبايبي متوسخة لكن ناشفة. تمام. انا باذن الرحمن يومين هنطلع الفراخ بقى في الواسع. هوسع للفراخ، كل ما توسعي للفراخ بتلاقيها ما شاء الله بتكبر معاكي. فحاولي عندك فراخ بيضة كل 3-4 ايام وسعي حبة حبة. احنا الفراخ دي كنا مربينها مع بعض يعني في متر، بعد كده وسعت نص متر، بعد كده يعني كل 3-4 ايام بنوسع شوية بشوية لحد ما زي ما انتوا شايفين فردناهم في المكان كله.
تمام. فبإذن الرحمن انا يومين كده او 3 هحطهم بقى هنا في الوسع عشان خاطر الفرخ يكبر معانا. تمام. الزحمه طبعا للفراخ ما بتكونش حلوه خالص. فزي ما قلت لكم اهم حاجه خلطه الثوم والبصل والليمون والبنجر. اعملي كده بصلتين على 3 4 ليمونات على راس توم صغيره على بنجريه كبيره، واضربيهم في الكبه وحطيهم في علبه وحطيهم على رف التلاجة. الخلطه دي حلوه جدا جدا. حطيها على رف التلاجة واسحبي منها 4 ايام او 5 ايام. اهم حاجه ما تطلعيهاش من على رف التلاجة. خدي كده في طبق صغير على قد كميه الفراخ اللي عندك. تمام. خدي كده في طبق صغير 4 معالق او 3 طبعا على حسب الكميه اللي عندك، وحطي كل يوم منها على الخلطه. تمام. كل يوم خدي من خلطه البصل والثوم والليمون والبنجر، خدي منها وحطيهم على الخلطه. تمام. لو مش عايزه كل يوم تضربي في الكبه او تبشري، تمام، يبقى تعملي ايه زي ما قلت لك. اضربي كده كميه كبيره وحطيها في علبه وحطيهم على رف التلاجة. دي حلوه جدا جدا. تمام. انا بعمل كده. نستخدم منها بقى يومين او 3. لو عندك اي طيور تانية خدي منها للفراخ البلدي. فراخ ساسو، انا بصراحة عندي فراخ ساسو فبعمل كمية كبيرة عشان باخد منها للفراخ الساسو. باخد كده يعني شوية معلقتين ولا حاجة وببسس بيهم العلف على العيش على الفول. تمام. يعني الخلطة دي تنفع للساسو للرومي للفراخ البلدي، تنفع لأي طيور عندك. بترفع الوزن، بترفع المناعة، ما بتخليش الفراخ تتعب منك بسرعة. تمام. فحلوة جدا جدا. وده كان فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون بسيط ويكون خفيف على قلوبكم وينال اعجابكم. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.